تحديث واتساب ام اي بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، يعني بالبلدي كده لو حضرتك فاتح النسخه المدمجه بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، وسواء بقى فاتح نسخه ام اي السابقه او الدلتا او اي نسخه من النسخ اللي احنا اتكلمنا عنها او اي تحديث من التحديثات اللي احنا شرحناها مسبقا، فتقدر تحدث بنسخه ام اي وبراحتك خالص. يعني انت مرتاح على نسخه جي بي خليك على جي بي، مرتاح على نسخه الذهبي خليك على الذهبي طالما ما طلبتش منك تحديث. تمام. اما لو حضرتك فاتح اي نسخ من النسخ دي وطالبه منك تحديث، تقدر تحدثها بنسخه ام اي. نسخه ام اي نسخه جميله جدا وفيها مميزات كويسه جدا، ولكن مش هتختلف كتير عن النسخ السابقه، ولكن التغيرات بس حاجات بسيطه جدا. تمام. طيب تعالى نشرح كده او نتعرف على نسخه ام اي بسرعه كده، بحيث ان حضرتك حابب تحدثها عندك ولا انت مرتاح لنسخه معينه. اهم حاجه لو اي نسخ من النسخ دي طلبت منك تحديث فتقدر تحدثها بام اي. تمام. طيب هنضغط على ام اي بالشكل ده كده، هيبدا يظهر معايا الواتساب ام اي. تمام. هنا طبعا لو انت حابب تضيف اكتر من حساب، وانا ما انصحش بيه عشان بيحصل ساعات خلل. تمام. وهنا برضو لو انت عايز تعمل وضع الطيران، هنا عايز تعمل وضع الفاتح او الوضع الدارك او اللي هو الوضع الليلي. هنا طبعا لو انت عايز تفعل وضع الشبه، هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب تحديث ام اي. تحديث ام اي واتساب من اليوتيوب، لو ضغطت كده هيبدا يدخلك على قناتنا على اليوتيوب، تقدر تشاهد الفيديوهات الجديده اللي بتتكلم على الواتساب والتحديثات الجديده برضو مفيش اي مشكله. هنضغط على الثلاث نقاط تاني وهنجيب تحديث ام اي، هنضغط على تحديث من قناه التليجرام. طبعا قناه التليجرام زي ما انتم شايفين كده دي بيكون عليها جميع النسخ الواتساب وجميع التطبيقات اللي احنا بنشرحها بنسيبها دايما في قناتنا على التليجرام. تمام. رابط قناه التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. هنرجع كده خطوه تاني هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب اضافات ام اي. هنا طبعا واتساب ام اي اضغط هنا افضل نسخه ام اي. لو ضغطت كده دي كلها المواقع بتاعتي. تمام. لو ضغطت على اول واحده هنا اضغط هنا قناه اليوتيوب، هيبدا برضو يدخلك على قناتي على اليوتيوب مفيش اي مشكله. وهنا برضو لو ضغطت هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام مفيش اي مشكله. تمام. هنرجع تاني وهنضغط على الحمايه والخصوصيه. هنا طبعا الخيارات او المميزات اللي انت دايما بتحب تفعلها، شوف انت حابب تفعل ايه، ولكن انا مش هشرح ده كله برضه عشان وقت الفيديو، كل مره بنقول كده والفيديو بيطير بينا عادي. تمام. طيب هنا طبعا المميزات اهي زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات. شوف بقى انت عايز تعمل ايه، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع، اظهار الصحيحين فقط الازرق بعد الرد. زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات جميله جدا ورائعه جدا 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 زي ما انتم شايفين اهو. هنرجع خطوه تاني هنضغط على الثيمات. هنا تحميل الثيمات، هنا عندك 4032 ثيم، فشوف الثيم اللي انت ترتاح عليه تبدا تثبته عندك هيبدا ينزل معاك عادي. انا ممكن وليكن نختار اي ثيم كده عشوائي. تمام. ممكن نختار الثيم ده نضغط عليه كده وهنقول حسنا، هيبدأ يتغير معايا شكل الواتساب زي ما انتم شايفين. الثيم اتغير معايا بطريقة سهلة وبسيطة. لو ضغطت مثلا كده زي ما انتم شايفين الثيم اهوت جميل جدا ومفيش اي حاجة. طبعا لو انت ضغطت هنا وضغطت على القنبلة ديت هتلاقي طبعا بيدخلك برضو على الرابط بتاعي في قناتي على التليجرام، بيحولك على قناتي على التليجرام. ولو ضغطت برضو على علامة الترس هنا طبعا الرابط بتاع قناة التليجرام. ولو ضغطت هنا في اخر حاجة طبعا هتلاقي هنا بيقول لك ايه، تحديث جديد في مع اضافات مميزات واتساب النسخه الاصليه ام اي. تمام. لو ضغطت كده برضه هيحولك على قناتي على اليوتيوب مفيش اي مشكله. تمام. ولو ضغطت كده برضه هيحولك على قناتي على التليجرام مفيش اي مشكله. تمام. هنرجع كده خطوه هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب اضافات. تمام. بعد كده هنضغط على الشاشة الرئيسية نختار البار العلوي ستايل بار التنقل. هنا طبعا شوف الدردشات والمجموعات والمستجدات والمكالمات والمجتمع، شوف انت حابب تغير اي حاجة من دول. اهي بص بتتغير معانا اهيت، ممكن نخليها اي او اس برضو بنفس النظام. ادي الاشكال اهيت. تمام. مفيش اي مشكلة خالص اهوت. تمام. يعني حاجات جميلة جدا ومميزات رائعة. تمام. لو نزلنا كده طبعا هنا طبعا اظهار ايقونه الكاميرا، لو فعلتها كده ايقونه الكاميرا تظهر معاك فوق جنب الشبح والواي فاي. تمام. زي ما انتم شايفين هنبدا نطلع كده. هنا طبعا تعطيل الضغط على ام اي واتساب، دي كلها مميزات اهي. تمام. شوف بقى المميزات وهنا وضع الشبح. تمام. وهنا ضع اسمي، لو انت حابب تحط اسمك اللي انت كاتبه على الواتساب هتفعل خيار وضع اسمي. لو انت مش حابب هتقفل الخيار كده هيظهر لك ام اي واتساب.
تمام. هنرجع كده خطوه. هنا طبعا الحالات دي كلها مميزات بتاعت الحالات اهيت. تمام. زي ما انتم شايفين هنا طبعا خيار مهم جدا واسمه زياده حجم الحاله، يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعه بدل من 30 ثانيه كحاله. لو انت قافل الخيار ده هتحط اي فيديو عندك لازم يكون ما يتخطاش ال 30 ثانيه، اخره 30 ثانيه بس. طيب انا عندي فيديو ساعه او فيديو ربع ساعه او فيديو نص ساعه او فيديو زي ما قلنا كده ساعه وعايز احطه على الحاله بتاعتي، هتبدا تفعل الخيار ده زياده حجم الساعه، زياده حجم الحاله. تمام. بعد ما تفعل خيار زياده حجم الحاله هتحط الفيديو بتاعك ساعه ان شاء الله ينزل ويشتغل معاك عادي، ما فيش اي مشكله. ارجع كده. تمام. هنرجع تاني، هننزل طبعا لتحت كده، هنجيب مثلا تحديثات. هنا بحث عن تحديث جديد. هنا طبعا اصدارك الحالي محدث بالفعل لا يوجد تحديثات. هنا سجل التغيرات زي ما انتم شايفين اهوت، التغيرات اللي هي حصلت. ما الجديد في 21.25. تاريخ التحديث 30/11 اللي هو تاريخ النهارده 30/11. تمام. ودي الاصلاحات اللي هي تمت على النسخه. تمام. هنيجي هنا طبعا تحميل النسخة، لو انت حابب برضه تحملها تلاقيها في قناتي على التليجرام، مجرد انت ضغطت كده. تمام. هنرجع تاني، هنيجي عند حول التطبيق. تمام. وهنيجي هنا طبعا ام اي واتساب ام اي في 21.25. هنا رسالة الشكر طبعا. هنا بقى كاتب لك ايه كلمتين حلوين كده ناخد اجر عليهم كده يا رب انا وانت. لماذا لا تصلي؟ لو ما بتصليش اتمنى من الله تروح تصلي، لان الدنيا قصيرة جدا ومحدش هينفعك في الحياة غير ربنا. فلو ما بتصليش وروح صلي عشان ربنا يوفقك. تمام. وصلي على حبيبك النبي كمان عليه الصلاه والسلام. هنا عبد الله الباشا، تعديل بواسطه عبد الله الباشا. كل جديد هنا الاشتراك في اليوتيوب والتليجرام، اشتراك في قناه اليوتيوب وقناه التليجرام. لو انت حابب تشترك في قناتنا على التليجرام هتضغط على اشتراك في قناه التليجرام هيدخلك في قناتنا على التليجرام، مفيش اي مشكله. تمام. لو جيت هنا اشترك في قناه اليوتيوب وضغطت كده هيبدا يدخلك برضو على قناتنا على اليوتيوب، مفيش اي مشكله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنضغط كده، هنرجع طبعا خطوة تاني. تمام. وهنبدأ ايه نرجع تاني كده، نطلع ونروح على قناتنا على التليجرام اللي هسيبها لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. هنضغط على التليجرام هنديله البصمة. تمام. هنا طبعا واتساب ام اي بدون ربط، اخر اصدار تحديث جديد. تمام. طيب انا لو انت لسه جديد معانا في القناه عايزك تدخل على المتجر بلاي وتبدا تحمل او تثبت تطبيق زد ارشيف اهو. تبدأ تثبت تطبيق زد أرشيف عندك عشان هتحتاجه في فك الضغط. بعد كده ما تثبته هنروح على قناتنا على التليجرام. دي طبعا رسائل محفوظة لسه هحولها على قناة التليجرام واتساب ام اي بدون ربط اخر اصدار. هنبدأ نضغط عليه بالشكل ده كده. وهنا طبعا جايب لي خيارين ايقونتين، احنا خلينا في الايقونه رقم اتنين، ايقونه رقم اتنين من ناحيه الشمال. تمام. يعني عندك الايقونه رقم اتنين من ناحيه الشمال اللي هي زد ارشيف فقط، ما تضغطش على زد ارشيف، استخرج الى الارشيف هيقول لك الملف تالف. عشان ما يقولناش الارشيف تالف هنختار تاني واحده من على الشمال اللي هي مكتوب زد ارشيف بس باللغه الانجليزيه. زد ارشيف فقط باللغه الانجليزيه، مش هنضغط على اللي فيها انجليزي وعربي، هنضغط على الانجليزي بس. هنضغط عليه بالشكل ده كده اهوت. هنا واتساب ام اي بدون ربط اخر اصدار تحديث جديد هنضغط عليه. هنا طبعا لو انت لسه جديد معانا في القناه لازم تفعل النسخه رقم واحد اللي هي 1 جي بي دبليو اي اندرسكول اكتيفيتور، هتضغط عليها. هنا بيقول لك تثبيت، هتضغط على تثبيت هيطلب منك باسورد. الباسورد انا هقول لك عليه دلوقتي في الفيديو، كمله بس معايا للنهايه. بعد ما تحط الباسورد هيقول لك تثبيت، ثبت النسخه. اول ما تتثبت معاك اديله الصلاحيات، تحط رقمك المحظور يجي لك الكود، حطه، حط اسمك، حط صورتك. النسخه هتفتح معاك ولكن هيكون فيها اعلانات وهتكون تقيله شويه ومش هتلاقي المميزات اللي احنا شرحناها دي. طيب عشان اتخطى الاعلانات واتخطى تقل النسخه واستفاد بالمميزات اللي انا بقول عليها او اللي حضرتك لسه شايفها قدامي دلوقتي. تمام. هنيجي بقى عند نسخه رقم اتنين، نسخه رقم اتنين اللي هي ام اي واتساب ات نيو ابديت. هتبدا تضغط عليها وهتقول له تثبيت. هنا بقى بيطلب مني كلمه المرور سواء النسخه رقم واحد او النسخه رقم اتنين، فهي كلمه المرور واحده بس. تمام. وهي كلمه المرور هنقول 5050، يعني كلمه المرور 5050 وهنقول حسنا. تمام. هيبدأ يقول لي أداة تثبيت الحزم، أقول له أوكي. تمام. أو أضغط على أداة تثبيت الحزم. هل تريد تحديث هذا التطبيق ام اي واتساب؟ هقول له حدث لي واتساب ام اي. تمام. هيبدأ يحدث معايا عادي مفيش أي مشكلة زي ما أنتم شايفين اهوت. تمام. بطريقة سهلة وبسيطة. تمام. بس كده. هو هتقول له
تم، او هتقول له فتح وتدخل تتابع النسخه بقى من جوه، تستفاد بالمميزات. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد باسورد فك الضغط 5050. السلام عليكم.